السر بين عماد وإيمان برانسيسا، هو السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس. وعلاش هاد الشاب هذا قابل هاد الضرب وهاد الحوارا وهاد الأمور كاملين؟ وعلاش برنامج لالا العروسة يعني ينشر قيم لا يقبلها المغاربة؟ ياك ما كاينش شي مخطط وبزاف ديال الكلام اللي كنلقاه في التعليقات وفي مواقع التواصل الاجتماعي. نحاولوا اليوم نهضروا على هاد البرنامج لالا العروسة اللي شخصيا أول مرة كنتفرج فيه، وتفرجت فيه بجميع الحلقات ديالو. قبل ما ندخلوا على القضية ديال إيمان وهاد إيمان هذا، بغيت غير نقول للناس واحد المسألة، لأن كاين بزاف اللي كيقول هذا برنامج تافه وما كيستحقش نتفرجوا فيه، وبزاف ديال الكلام. واللي بغيت نقول أنا شخصيًا يعني اللي كنهضر مع واحد الجيل قديم شوية على هاد الدراري اللي كاينين دابا في البرنامج لالا العروسة. كيف كتعرفوا أول موسم كان في 2006. أنا ما كنعرف حتى واحد من هادو اللي ربحوا لالا العروسة من غير السيد اللي ربح في 2007. علاش؟ حيت ولد جيراننا ببساطة، وتربطني به علاقة شخصية اللي هو النعيم اللي كنوجه ليه التحية. داك الشاب كنعرفو لأنه ولد ربنا وخو الوسطاني ماشي الصغير، صديق ديالي. ودابا فاش كبرنا يعني ولات بيناتنا علاقة شخصية. هو اللي كنعرف، ما تبقى ما كنعرفوش، ولكن لأول مرة كنتفرج في لالا العروسة وكنتفرج في دار العرسان لسبب بسيط، لأن هذا البرنامج هذا دار واحد الإشعاع كبير وخدا واحد العدد المشاهدات كبير. وأنا كإنسان كيتابع هذا الشيء وكيبي يعرف أشنو كاين، فضروري عليا أنني نتفرج في الحلقات كاملين باش حتى إلا بغيت نهضر في الموضوع نهضر وأنا عن علم، ماشي نهضر عن جهل من بعيد. فتفرجت في الحلقات كاملين ديك 20 حلقة ديال دار العرسان، جلست ليها واحد 3 أيام كنتفرج في حلقة ورا حلقة بحال نتبع شي مسلسل باش نفهم اش غادي نقول، اش كاين ونعرف اش كنقول. وهذيك ديال دار العرسان بالضبط، هادوك داك الشيء الوقائع اللي كتوقع في الدار هي كتبين لك الحقيقة ديال الشخصيات ديال هاد الناس هادو. ففي البداية اللي غادي يقول لك لا البرنامج تافه ولا يستحق المشاهدة، خصنا نديرو واحد لحظة ونجلسو فيها ونديرو واحد إعادة ديال التعريف للتفاهة. حيت دابا اللي بغا يهضر تيقول لك تافه، تافه، برنامج تافه، شخص تافه، وكيكتبوها في التعليقات، ولكن الواقع يختلف تمامًا عن المواقع. مثلًا برنامج الله العروسة خلّيني نقول لكم بلي هذا العام هذا راه حقق أرقامًا قياسية، 11.000.000 متابع أمام الشاشة. يعني البرنامج فاش كيكون مطلوق في التلفازة 11.000.000 مغربي كيتفرج في البرنامج. أما أرقام اليوتيوب فراه حدث ولا حرج، راه أقل فيديو دابا راه واصل شي 1.5 مليون شي على المنصة اليوتيوب. أما اللي تيليشارجا وتفرج فيه، اللي شافو في الفيسبوك، اللي شاف في المقاطع، راه كنهضروا على عشرات الملايين ديال المشاهدات. فاش واحد النسبة كبيرة ديال المغاربة كيتفرجوا في شي حاجة، ما يمكنش أنت تجلس اللور وتقول لا هاد الشي تافه وما تدويش فيه، لا بالعكس، خصك تدوي على الموضوع وتعطي الرأي ديالك وتقول أشنو كيبان لك. فدابا نرجعوا للموضوع الأساسي اللي هو هذا الموضوع ديال عماد وبرانسيسا، اللي هما واحد الكوبل اللي دار الجدل هذا العام هذا. والحاجة اللي دارت الجدل بزاف هي أن هاد البنت هادي كتشلخص الزوج ديالها، مشهد اللي غير مألوف عندنا حنا كمغاربة، واللي كيخلينا نديروا واحد اللحظة ديال التأمل أشنو واقع. في البداية خصني نقول لكم واحد المسألة، راه الأمور تغيرت بشكل كبير. لاله العروسة فاش بان لأول مرة أنا عاقل عليه الجيل ديالي كانوا كيقولوا الناس وحشومة، هذه ماشي رجولة أنك تمشي وتدي مرتك لواحد البرنامج وتبدا تدابز وتتعلق وتجرب الحبال وداك الألعاب والمسابقات اللي كيديروا. ولكن حنا دابا راه أمام جيل كبر حل عينيه على لاله العروسة. ما كنهضرش عليا أنا اللي لاله العروسة فاش بانت أول مرة راه لقاتني تقريبا في الباك. أما عماد وهاد برانسيسان اللي عنده 18 وهي عندها 24 راه حلّوا عينيهم في لاله العروسة. يعني فاش تزادوا لقاو هذا البرنامج هذا خدام والناس كيجيبوه، فلذلك بالنسبة لهم أنهم يمشيو للاله العروسة ويشاركوا في المسابقات ويتشهروا ويديوها، فهو أحسن إنجاز عندهم هُما كزوجين. ونفس الحالة بالنسبة لهم الناس الآخرين، يعني المشاركين الآخرين. فهذه المسألة ديال التفاهة قلت لكم راه خصنا نديروا لها إعادة تعريف. وكذلك هاد الناس اللي كنقولوا راه مدلولين ولا ماشي رجال ولا هاد الأمور هادو، راه الأمور كتختلف. إلا عقلت على هذا الوقت ديال 2006 راه كانت الأغاني ديال هيفاء وهبي ونانسي عجرم في التلفازة، راه الناس تيقول لك هذه موسيقى تافهة. يعني دوك الجيل اللي قبل منا حنا كان تيمارس واحد الأستاذية خطيرة علينا، وكيقول لك ما تصنتش لهاد الأغاني هادو. إمينيم، 50 سنت، وبزاف ديال الفنانين اللي هما دابا أساطير في وقتنا حنا فاش كنا صغار، فاش كنا قد هادو كان تيقول لنا الجيل اللي قبل منا هاد التافهة هادي خصكم تصنتوا غير عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأم كلثوم. دابا الجيل ديال دابا إلا طلقتي ليه فريد الأطرش
يقول لك هاد الحموضة هادي اش هاد الموسيقى، فالأمور تختلف، فبنفس النسبة نعاود نرجعوا لفرانسيسا وعماد، فرانسيسا وعماد هو أصغر couple بين قوسين حيت هاد الشي هذا ما بينش ليا راكب بأن هاد البنت هادي اللي هي فرانسيسا أنا قلّبت مزيان عندها 24 سنة، بزاف ديال المشاركين تما عندهم تقريبًا نفس السن، لا البنت ديال تونات كنظن ولا البنت الأخرى ديال الداخلة راه صغر منها كاع، عماد هو الصغير نعم، العلاقة الزوجية بيناتهم couple ما مولفينوش حنا في المغرب، ديال البنت كبر من الراجل. ولكن العلاقة بيناتهم كتبان سامة، هاد البنت هادي اللي هي برانسيسا كتمارس واحد العنف يعني نفسي وحتى جسدي على الزوج ديالها، في البداية الناس تعاطفوا معاها وهذا هو المشكل عندنا حنا في المغرب، يعني كنتعاطفوا بواحد السرعة كبيرة جدًا، ديما حنا كنمشيو مع الطرف الأضعف، ما كنمشيوش مع الطرف المظلوم، يعني كيجيب لنا شي واحد ضعيف اللي كتبان قصيرة كتبكي بلا قياس، كدمع بلا قياس، فالناس أوتوماتيكمون تعاطفوا معاها وكاين اللي كيقول حنا أصلًا داخلين للبرنامج باش نتفرجوا فيها. في حين في واحد الprime يعني بان بأن السيدة راه ما مساوياش، باش نقول أنا راه السيدة خصها علاج نفسي ولا خصها كذا ولا خصها كذا، فهذا تطاول على اختصاصات وما يمكنش ما الناس كلهم خصهم علاجات نفسية، وهذا الشيء اللي عجبني أنا في برنامج لالا العروسة أو دار العرسان بالضبط، هو أنه بزاف ديال الأزواج دابا كيشوفوا كيفاش كيبانوا من على برا، دابا شي واحد إلا سكراني مثلًا كيدير شي أفعال وكيدير شي حوايج آآ فاش كيصحى الصباح تيقولوا ليه درتي ودرتي ما كيحس بحتى شي حاجة، ولكن إلا صورتيه أنه كيتلاوح في الدروبة وكيدابز وواحد الحالة خايبة، كيراجع راسو، وهذه هي الحالة اللي فيها هاد les couples دابا ديال لالا العروسة، كلهم تيقولوا حنا الله يعمرها دار، كلهم تيقولوا قلبنا أبيض، كلهم كيقولوا حنا مزيانين، ولكن دابا الكاميرا تفضح، فبزاف ديال les couples دابا في المغرب اللي كنعرفوا نسبة الطلاق ولات عندنا كثيرة، بين قوسين واحد الصديق ديالي محامي تزوج ذاك النهار تقطع الأخبار قال لك دوز واحد 3 أيام ما يكون جالس مع المدام ديالو، ما يمكنش نعيط ليه وسط شهر العسل ولا دوك الأيام الأولى، داز 3 أيام اتصلت بيه قال لي راني كندير إجراءات الطلاق، فهاد لالا العروسة ولا دار العرسان كيعطي واحد الفرصة بزاف ديال لي كوبل يكتشفوا المشاكل اللي كتخلق أو اللي كتخلق بين العرسان بيناتهم، على هاد النموذج ديال هاد البنت اللي كتعامل بواحد العنف مع أي شخص تيتخاصموا مع هادوك الناس ديال دوك العرسان الآخرين، كتخوي سمها في الزوج ديالها، الزوج ديالها كيقول بأنه هو كبر في الخيرية، تزوج بها مازال صغير، ساكن معاها في الدار، حنا في المغرب عرفتي فاش كتكون المرا يعني فايتاك في المصروف وهي اللي مسكناك، فبطبيعة الحال كتكون الظروف شوية قاصحة، المرا كتسلط وكتجبّر، ما كنهضرش بشكل عام، ولكن فاش كتكون الشخصية مبنية هكا فاش كيكون المجتمع ذكوري، فالزوجة une fois كتاخد واحد السلطة كتعامل بهاد الطريقة. وهذا الشيء إلا راجع الإنسان غير شوية ديال علوم النفس الاجتماعية، غادي يعرف بأن الإنسان اللي ما كتكون عنده لا سُلطة لا حتى شي حاجة، كيكون عنده في المخيال ديالو واحد الصورة على السُلطة، فكيقول أنا نهار نشد السُلطة خصني نتعامل مع الناس بهذه الطريقة، كنشوفوها يعني كيكون شي واحد شخص عادي فاش كيتوظف ما عنده هو حتى سُلطة، فاش كيشد واحد الوظيفة كيبدا يتبدل، كنقولوا هاد ولد درنا كبر معانا وفاش ولا ما بقاش كيدوي معانا وما بقاش كيهضر معانا وكتمشي عندو الإدارة كيتعامل معاك بواحد الشكل خايب، فهاد الشيء عادي، هو كان عنده الصورة ديال الصورة هكاك ديال السلطة هكاك دايرة، وهاد الشيء اللي وقع لهاد البرانسيسا هادي، فاش تعطاتها يعني مولات الدار مباشرةً ولات تحكم في كلشي، ولات تمنع الناس يتفرجوا في التلفازة، وفاش كيردّوا عليها تيقول لها ودي هادشي كديري ماشي هو هذاك، أوتوماتيكمون داك الأعصاب اللي فيها كتخويهم في الزوج ديالها اللي هو الطرف الأضعف تما، ما تقدر هي تضرب حتى واحد تما لأن إلا ضربات شي واحد راه هادي تخرج من المسابقة، ولكن بالنسبة لها الزوج ديالها مستباح، وهو ما لا يحرك ساكنة لأن كيف اعترف للصديق ديالو في البرنامج أنها كتهددو بالطلاق، وهو إلا طلقاتو غادي يخرج من الدار غادي يبقى لها حنين الله يرحمها.